شعرية كتبها أحمد شكري. لا تنسى سهرتنا الليلة قبلات ميم به. كده بقى ده هو الشغل المهم اللي بيه. انا يخوني ويغشني بالشكل ده انا هطربق البيت على دماغه. يستحيل اقعد معاه بعد كده. خليه يتهنى مع ميم به. يتهنى؟ لا، مش ممكن اخللهم الجو، مش ممكن. استني عليا يا ست ميم به لما اوريك ان ضفر الزوجة ب10 زي. وانت يا رشاد بس انا احسن ان ما خليتك تركع قدام. لو كانت إبرة كنت لقيتها، لكن دي محفظة والأكادة جديدة وفيها 80 جنيه. راحت فين بس؟ أكونش نسيتها عند ميمي. هو فين جوابها؟ أبدا مش جايبة سيرتها. الله، أنا جرى إيه لعقلي؟ جواب زي ده أسيبه بالشكل ده على المكتب؟ ده لو شافته إحسان تبقى واقعة زي بعضها. لا، ده يستخبى في الجيب. بونسوار رشاد. بونسوار إحسان، رجعتي؟ زي ما انت شايف. بقالك كتير؟ لا يا دوبك غيرت. تصور يا رشاد عملت 9 زيارات، 7 منهم ما كانوش في بيتهم. الحلوة الظريفة رايحة تزورهم؟ رشاد بلاش تريق. أنا مش بتريق، والله العظيم مراتي حلوة وظريفة. ايه عاوزني اقول لك ميرسي؟ دي مسألة ترجع لذوقك، إنما أنا بقول الحقيقة وبس. الحكاية ايه؟ حكاية إيه؟ النهارده ظريف قوي. النهاردة بس؟ لا، انما ظرفك النهارده زايد حبتين. أوام لحقت توزيني حبة وحبتين. أنا مش طول عمري معاكي كده، خصوصا لما تكون عاوز حاجة. أهو ده الكلام اللي يزعل بقى. حاجة إيه اللي عاوزها؟ بذمتك ما انتش عاوز حاجة؟ حاجة إيه بس؟ أقول لك اشتري لي فستان؟ نعم، احنا هنلقح في الكلام. أمال أقول لك إيه؟ يعني أبوز أحسن؟ أكشر عشان تستريحي؟ طب ما تزعلش قوام كده. ما أنت مالكيش حق. هو الظرف ده ما يكونش مجانا أبدا؟ ولا فاكرة كل الناس زي بعضها؟ بتقصدني انا في الكلام ده؟ أنا ما بقصدش حاجة. طيب انت ناوي تخرج النهارده؟ الحقيقة ما كنتش ناوي، إنما تبقى ناوي. ده مشوار صغير بس. انا مش قلت لك قلت لي إيه؟ انك عاوز حاجة؟ برضه هتقول لي حاجة. هو المشوار الصغير اسمه حاجة؟ انت بقالك 15 يوم ما قعدتش ليلة واحدة في البيت. انت مش ملاحظ كده ولا ايه؟ ملاحظ طبعا، إنما الظروف جت كده، أعمل إيه؟ انا مش بمنعك من الخروج او بشك فيك لا سمح الله. تشك فيا إزاي؟ انا عارفة انك مخلص وامين وبتحبني وما بتخرجش الا الاعمال مهمة، لكن كنت افضل انك تكون معايا. أنا معاكي دايما بقلبي. تعرفي إني أحيانا برمي الشغل من إيدي وأقعد أفكر فيكي. انا متأكدة من كده. مادام متأكدة خلاص.